اول ما نبدأ دايت على طول بيجي في تفكيرنا الشوفان، الجرانولا، بهارات الشوفان. بس بتواجهنا مشكلتين، اول حاجة ان هي بتكون سعرها عالي، تاني حاجة ان بتكون السعرات الحرارية مش منطقية قوي. فاهلا، انا سارة، والنهاردة هنعمل مع بعض بار الشوفان او الجرانولا. هنطلع الاتنين من بعض وهتعرفوا ازاي دلوقتي. طريقة اقتصادية سهلة وسريعة، واضمن لكم انها هتطلع معاكم احسن من الجاهزة، وهنتحكم في السعرات الحرارية بتاعتنا. كل حاجة بالتفصيل في الفيديو، يا رب يعجبكم ان شاء الله وتستفادوا منه. يلا نبدأ على طول. هنبدأ أول حاجة بالمكونات بتاعتنا، والمكونات مش لازم تستخدموها كلها، وممكن تشيلوا منها حاجة وتزودوا حاجة على حسب المتاح عندكم. طبعا الأساسي عندنا هو الشوفان، وفي الحالة دي أنا بفضل الشوفان اللي بيكون الحبة الكاملة. ومن المكونات الأساسية معانا هيكون زبدة الفول السوداني. زبدة الفول السوداني عملتها معاكم قبل كده بكل سهولة من السوداني العادي. لو هتشتروها جاهزة ما نلاقيش فيها مضاف أي زيوت أو أي سكر. العسل، الزيت يفضل زيت جوز الهند، هيكون سعراته أقل. الحاجات دي كلها هتخلي كل حاجة تمسك مع بعضها. من المكونات اللي محتاجينها عشان تعلي القيمة الغذائية، ودي اختياري ولها بدائل كتير طبعا. المكسرات انا استخدمت لوز وبندق، ممكن تستخدموا فول سوداني، عين جمل، كاجو، اي نوع مكسرات حابين تستخدموها، او ممكن نعملها سادة خالص من غير اي حاجة. ومن الاضافات كمان اللي بحب اضيفها هو جوز الهند والزبيب. ممكن نزود معانا سمسم، حبة البركة، بذور الكتان، بذور اليقطين، بذور شيا. اي حاجة حاسين انكم ممكن تضيفوها هنا وحابينها ومتوفرة عندكم تقدروا تضيفوها. الفواكه المجففة، المشمش، القراصية، التين. طبعا في حاجات بتكون سعراتها عالية فنقلل منها شوية. اول خطوة هنبدأ نعملها ودي بتكون اختياري بس انا بحبها، بتفرق في الطعم. هنجيب طاسة ونضيف عليها الشوفان ونبدأ نحمره على درجة حرارة هادية، او ممكن نحطه تحت الشواية او في الفرن مع التقليب لحد ما يتحمص كده. بيدي طعم حلو قوي وبيفرق طعمه قوي عن الشوفان لو انتم ما بتحبوش طعمه يكون باين معاكم. بعد ما خلصنا الخطوة دي في نفس الطاسة، انا عملت كمية كبيرة شوية، مش هستخدمها كلها هنا، بستفاد منها بعد كده في وصفات تانية. انا حطيت معلقتين مليانين كبار او 3 كبار كده من زبدة الفول السوداني. انا مش هقول لكم مقادير او حاجات معينة لازم تمشوا عليها، هي بالنظر، وهقول لكم انا قصدي ايه دلوقتي. معلقتين كبار او 3 من العسل، لو عايزين طعمها يكون مسكر شوية او لو بتستخدموا سكر دايت فتقدروا تضيفوا هنا. الطاسة عندي سخنة والجو كمان كان مساعد، فزبدة الفول السوداني ساحت معايا بسرعة مع العسل. ضفت هنا شوفان وهنظبط لو محتاجين نضيف اكتر. هضيف المكسرات تكون خشنة ما تكونش ناعمة قوي، حابينها ناعمة عن كده ده يرجع ليكم. جوز الهند والزبيب او اي اضافات تانية زي ما اتفقنا. هقلب كل حاجة مع بعضها. في صينية يكون ما بتلزقش، ويفضل على ورق زبدة، وادهنها كده بالزيت لو انا مش متأكدة ان هي نوع كويس من الورق الزبدة مش هيلزق معايا. هفردها وابدأ ان انا اساوي فيها كده واضغط عليها كويس وعشان كل حاجة تمسك في بعضها. هدخلها الفرن على درجة حرارة 180 ل 200، طبعا سخنة قبل كده، مش تاخد معايا تقريبا 10 دقايق ربع ساعة بالكتير على حسب درجة حرارة الفرن والفرن بتاعكم قوي ولا لأ. هقيد الشواية واخليها تاخد لون حلو من فوق. هطلعها واسيبها تبرد، ابدأ ان انا اقطعها بالشكل والحجم اللي انا عايزاه. عملت منه بارات كده زي ما انتم شايفين، تتقطع على بلانشا وسكينة حامية، وانزل مرة واحدة او ممكن من الاول خالص قبل ما ادخلها الفرن زي الجلاش كده اقطعها. هتسهل معايا بعد كده لما تستوي اعرف اقطعها. اما الشكل الناعم اللي موجود في البطرمان ده بحب اضيفه قوي على الزبادي او السموذي، بحب اضيف عليه لبن وعامله كده زي الكورن فليكس. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. يا رب تكونوا استفدتوا منه ويا رب يكون عجبكم، وتابعوا سلسلة الأكلات الصحية ووصفات بالشوفان لأفكار كتير مختلفة. أقابلكم إن شاء الله في فيديوهات وصفات مختلفة، وسلام عليكم.